السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما كنتش مخطط نهائيا اليوم أنني ندير فيديو حتى كنفيقوا على هذا الخبر المأساوي، الزلازل والهزات الأرضية اللي كتضرب تركيا وسوريا وحولات مناطق من عدة جوج ديال البلدان لدمار وخراب. السكان اللي كيعيشوا في هذه المناطق اللي ضربها هذا الزلزال مساكن ما كانوا متوقعين والو، حتى فاقوا على دوك المشاهد المرعبة. وكاين اللي لقى راسو تحت الأحجار والتراب ديال المنزل ديالو اللي تهدم بصورة كاملة، وكاين اللي مات الله يرحمه. الحصيلة وصلت لحد الآن لأكثر من 2300 قتيل، والمئات ديال الأشخاص باقين مفقودين وجاري البحث عليهم. تخيلوا معايا حتى دوك الناس اللي نجاو وخرجوا سالمين كيفاش غادي تكون الحالة النفسية ديالهم وهما كيشوفوا كاع هادشي اللي كيطرا قدام عينيهم. وحتى إلا نجا هو فراه غيكون فقد ناس من العائلة ديالو ولا من الناس المقربين ليه قدام عينيه وما قدر يدير والو. نتمناو من الله يلطف بينا ويلطف بالعباد ديالو ويحفظنا ويحفظكم من كل أذى ومن كل سوء يا رب. الحقيقة هادشي كيبين الإنسان شحال هو ضعيف، وبلي طرنا ولا نزلنا كاينة الإرادة الإلهية فوق منا. الله هو خالق الكون وهو اللي كيتحكم فيه بالمشيئة ديالو. ملي كيجي الأمر ديال الله، حنا كخلق ما عندنا ما نديرو قدامه. اللي علينا حنا كعباد هو أننا نكونوا مع الله، نتقربوا منه ونكونوا دائما مستعدين للملاقاة ديالو، حيت حتى واحد فينا ما عارف الأجل ديالو إمتى ولا فين ولا حتى الطريقة والسبب باش غادي يموت. راه ماشي بالضرورة غير الناس اللي مرض ولا اللي كبار في السن هما اللي كيموتوا، لا، كاينين بزاف ديال الاسباب اخرى من غير هادو، ومنهم بحال هاد الحوادث المفاجئه اللي وقعوا اليوم. داكشي علاش ما خاصكش تخلي الموت تغفلك او تجيك فجاه. كون مستعد في اي وقت، وديك الساعه غادي تولي واحد الانسان اللي راضي على نفسه، ويوقع اللي وقع ما عندوش علاش يندم وعلاش يتحسر. شوفوا معايا هاد اللاعب الشاب كريستيان اتسو، لاعب غاني كيبلغ من العمر 31 سنه، كيلعب في فريق اتاي سبورت تركي. البارح بالليل كان جد سعيد بالفوز ديال الفريق ديالو، ونشر هاد التدوينه كيعبر على الفرحه ديالو، خصوصا وانه هو اللي سجل هدف الفوز في الدقيقه 97. تصوروا معايا السعاده ديالو كيفاش غتكون ديك الليله. ولكن اليوم اللاعب ما عليه حتى اخبار بعد ما ضرب الزلزال مدينه هاتاي اللي كيسكن فيها، وممكن جدا يكون مات ولا في حاله خطيره. نتمنوا ليه السلامه ولكاع الناس المفقودين واللي تحت الانقاض. الحمد لله اللاعبين المغاربه اللي كاينين في تركيا في صحه جيده، وهما والاسر ديالهم، منهم ايوب الكعبي اللي طمأن العائله والجمهور ديالو اللي كيسولوا فيه بانه بخير في مأمن من المخاطر اللي كان ممكن يتعرض لها. اما بالنسبه للجاليه المغربيه في تركيا بصفه عامه، فراه اكدت السفاره بلي لحد الساعه الحمد لله ما تسجلات ولا حاله وفاه بين المغاربه المقيمين بتركيا. الى لاحظتوا الاخوان بلي عندنا بزاف ديال المعلومات على تركيا، ولكن فين هي سوريا من هذا الشيء؟ رغم انها حتى هي تضررت من هذا الزلزال وعندها قتلى وجرحى ومدن تخربات والبنايات ديالها طاحوا. كنظن بلي نفس السؤال غادي يجيكم في بالكم حتى نتوما، حتى انا بدوري استغربت، خصوصا وان العديد من الدول بينات النيه ديالها لمد يد العون لتركيا وارسال مساعدات ومنقذين وفرق متخصصه لاخراج واسعاف المصابين. ومن بين الدول كاينين حتى دول عربيه بحال الجزائر والكويت وقطر ودول اخرى. انا في الصراحه ما عرفتش واش كاين شي مشكل مع سوريا ولا شنو السبب اللي ما يخليش الدول العربيه تصيفط لهم فرق الانقاذ، خصوصا وانهم عندهم نقص كبير من هذه الناحيه، والناس كتموت تحت الانقاض وما كاينش اللي غادي يخرجها غير الناس اللي كيتطوعوا ويحاولوا ينقذوهم. وهادشي بحد ذاته كيشكل خطر على داك الشخص اللي محتاج المساعده، حيت دوك الناس ما عندهمش خبره في بحال هاد الحالات، وممكن بغلط واحد منهم يسقط عليه الحجر ويتخنق ويموت الله يحفظ. انا شخصيا صراحه ما عرفتش فين كاين المشكل مع سوريا، واش مشكل سياسي ولا شنو؟ كتبوا لي في التعاليق الا كنتوا عارفين وعندكم فكره على الموضوع. اما بالنسبه لتركيا فراه عندها الحلفاء ديالها في الناتو كلهم مستعدين يعاونوها ويوقفوا معاها، ودول كبار وعندها خبره بحال امريكا المانيا وفرنسا، وزيد وزيد. دونك حنا نشوفوا بعدا شكون اللي في امس الحاجه للمساعده ديالنا واللي تقدر تبدل شي حاجه. المهم الاخوان ما نطولش عليكم، كنتمنى من ربي يكون مع الضحايا ويرحم الناس اللي ماتوا، وان شاء الله شهداء. ونتمنى لكم حتى نتوما ربي يحفظكم ويحفظ الاقارب ديالكم ويبعد علينا كل سوء. تهلاو في راسكم.